السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل شامبو كده هو طبيعي تحفة للشعر، بمكون واحد بس. ممكن تعملي شامبو ليكي ولبنتك تطول شعرك وشعر بنتك للركب. المكون ده هو عبارة عن نبات السدر او اوراق السدر. طبعا اوراق السدر مذكوره وجاء عليها احاديث شريفه كتيره جدا في تطويل وتنبيت الشعر وتطهير فروه الراس. السدر بيجي ورق، انت تجيبيه، الاحسن انت تجيبيه وتنقيه وتطحنيه عندك في البيت. هنحط منه 3 معالق في كوبايه، هتحطي تملي عليهم بقى ميه مغليه وتغطيهم لمده 3 ساعات. السدر ده شامبو جميل جدا، يكثف وينعم الشعر، يطول شعرك جدا جدا جدا. ينفع للنساء والاطفال والرجاله. والاطفال تستخدميه لطفلتك من سن 6 شهور، طبيعي ومفيهوش اي اضرار من اي ناحيه، ويقضي على القشره ويطول ويكثف الشعر. عملنا الخلطه كده اهوت، هتسيبيها بقى تقلبيها شويه وهتحطيها وتسيبيها لمده 3 ساعات 4 ساعات براحتك بقى. وبعد كده اهوت هنشوف هنعمل فيها ايه. ايوه، غطيناها وتسيبيها لمده 3 ساعات. بعد ال3 ساعات هنجيبها ونصفيها، نجيب حاجه نصفي فيها كمان. بصي شكلها قبل ما تتصفى هتبقى عامله ازاي، هتبقى راقده كلها تحت وعامله كتله واحده. احنا بنصفيها ليه وكده؟ عشان خاطر ما يبقاش فيها اي شوائب تتعبك وانتي بعد كده وانتي بتسرحي او وانتي بتعملي شعرك، ما يبقاش فيها اي نوع من الشوائب. هنصفيها كده كويس، خلاص كده. وناخدها ونجيب بقى ايه هنعمل بيها الخطوه التانية. ايه؟ هنجيب خلاط وتحطي اللي طالع منك ده كله او اللي نزل منها كله، هتحطيه في الخلاط وهتضربيه ضرب كويس يعني في الخلاط. بصي حتى لونه هيختلف من لون الاسود الغامق ده للون افتح فاتح منها شويه. يتضرب كويس وبعد كده اهوت هتحطيه في ازازه. بصي لونه عمل ازاي، وملك كوبايه لان دي رغاوي، مش ملاها عشان حاجه، عشان هي دي رغاوي يعني عمل رغاوي كتيره. بس شكله عمل ازاي. هتستخدميه ازاي بقى ده؟ هتحطيه في ازازه، وقبل الاستخدام هترجي الازازه كويسه وتحطيها على شعرك، تغسلي بيها شعرك، تدلكي كده بيها فروه راسك. حلو قوي فروه الراس للقشره وتطهير لفروه الراس. ادعكي كده بصوابعك مش بضوافرك، بصوابعك فروه الراس وسيبيها على شعرك كده لمده 5 دقايق 10 دقايق، وبعدين اغسليه او اشطفي شعرك. هو ده الشامبو، ما تحطيش اي نوع صابون او اي نوع حاجه، ده مطهر ومنظف جدا ومنعم للشعر، حاجه كده فوق الخيال. لو فضلتي بقى معايا لغايه كده يا ريت تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. هي كانت وصفتنا النهارده شامبو طبيعي للشعر من اوراق السدر. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.